السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عارفين بجد ايه اجمل حاجة في الوصفات اللي بتقابلنا؟ ان احنا بنعمل الحاجة اللي تكون عندنا. يعني احنا مش بنحتاج ان احنا ندور او نشتري حاجة علشان نقوم بوصفة يعني. النهاردة ان شاء الله معانا خبز الطاسة باللبن الرايب. هي وصفة اقتصادية جدا، ولو مثلا ما عندكيش رايب وعندك لبن وقطع منك، الوصفة دي بجد منجزة ومفيدة قوي، وهتنفعنا بدل ما نرمي اللبن الرايب مننا، ده حرام. اول حاجة هنا معايا كوباية من اللبن الرايب زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم، لو لبن رايب عندكم او فصل استخدموه. ومعايا باكت خميرة فورية. مهم ان الخميرة تكون انتي واثقة فيها وعارفة ان هي هتشتغل معاكي. ومعانا معلقتين كبار سكر. تمام كده، احنا معانا لبن رايب. تمام. هنقلب بقى الخليط اللي معانا ده كويس جدا، اللي هو رايب، اللبن الرايب كوباية، وباكت الخميرة، ومعلقتين كبار سكر. وبعد كده هنبدأ نضيف الدقيق. طبعا كل دقيق غير التاني، يعني انت ممكن هنا تحتاجي في الوصفة كوبايتين دقيق، ممكن تحتاجي كوباية ونص، ممكن كوبايتين ومثلا ونص. يعني على حسب، لان كل نوع دقيق خلينا متفقين انه بيختلف عن النوع التاني. في دقيق بياخد السوائل وفي دقيق ما بيحتاجش. انا هنا احتجت كمان نص كوباية، ومعايا نص كمان، يعني كده انا على كوباية اللبن الرايب اخدت 3 كوبايات دقيق. تمام. وهنبدأ نعجن بقى كويس المكونات اللي انتوا شايفينها دي. هفضل اقلب اقلب واقلب واقلب لحد ما يتكون معايا العجينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الوصفات اللي بتطلع معايا ناجحه دايما، حتى لو انت هتقومي تعمليها من اول مره هتنجح معاكي. هنجيب بقى في اخر العجن كده خلاص، هنجيب معلقتين كبار سمنه او زيت، يعني سمنه مع زيت، زبده مع سمنه، بس انا ضفت سمنه بس. وهبدا بقى اعجن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وزي ما قلت لكم، دي من الوصفات اللي بتطلع معايا ناجحه دايما حتى لو من اول مره. يعني جربيها، حتى انت كده جربيها من اول مره بنفس المكونات دي وبنفس الطريقه، هتطلع معاكي ناجحه ناجحه على طول. عايزه اقول لكم، بتمسكي بقى العجينه دي، بتكوري كور كده على حسب الرغيف اللي انت عايزاه للعيش. بس عايزه اقول لكم برضو، شايفين الطراوه كانت ازاي؟ شايفين القوام كان ازاي والطراوه؟ العيش ده خفيف جدا معانا يا جماعه بصراحه. وهفضل اقول لكم كل شويه ناجح من اول مره. هتجيبي بقى طاسه كده، مش هتديها اي ماده دهنيه خالص، هتخليها تسخن معاكي. وبعد كده اول ما تحطي العيش هتهدي النار شويه، مش هتهديها قوي. هي الاول بتبقى عاليه معاكي، بعد كده بتهديها شويه. وتفضلي بقى تجيبيها من قدام، تفضلي بقى ايه، تقلبي فيها تقلبي فيها تقلبي فيها. زي ما انتم شايفين هتلاقوا العيش هينفخ معاكم. طبعا عايزه اقول لكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك، دعوه حلوه منكم كده، كومنت حلو يشجعني ويرجعني ان انا ان شاء الله كده يخليني ارجع تاني باذن الله ليكم. و... وعايزه اقول لكم ان اخيرا اخيرا وبعد طول انتظار، يعني ان احنا رجعنا نطبخ تاني مع بعض من قلب المطبخ. آه... عايزه اقول لكم يا جماعه، الفيديو ده قديم جدا، يعني الفيديو ده مش لسه جديد، الفيديو ده قديم وانا كنت مصوراه، يعني يعتبر من الارشيف كده، كان على الموبايل بتاعي. وقلت بقى انزله عشان ان شاء الله ان شاء الله في رجوع تاني للقناه. بحبكم في الله بصراحه يا جماعه يعني. متنسوش بلايك بقى يا جماعه، وكومنت حلو منكم كده يشجعني ان انا ارجع تاني باذن الله. هسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.